بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعانا فيديو جديد هوريكم ازاي تصلحوا المفاتيح بتاعت الازاز دي. طبعا لما بروح لصنايعي الصنايعي انا رحت لصنايعي عامة قال لي اللوحة دي بتتغير، فطبعا انا قلت اجرب كده اشوف الدنيا فيها ايه، اصلحها ولا هتمشي معايا ازاي. فالمهم انا فكيتها زي ما انتم شايفين كده. تمام، فكيتها كده. ودي طبعا طريقة فكها، معلش انا فكها من بدري وشغال فيها من بدري، فايه اوريكم بس إيه اللي فيها المفروض يتصلح. مبدئيا دي كانت راكبه في الوش ده. تمام، دي كانت راكبه كده. تمام، دي المفروض كانت راكبه كده. تمام، وانا بإجزاء يعني فكيتها كده من الجناب كده بنفك رفيع، طلعت دي. تمام كده بقى. تمام، وفكيت الإفيز ده. اوريكم في واحده تانية انا فكيت دي، بدات افك في دي زي ما انتم شايفين كده. بصوا، في هنا زي سواد، وهنا زي سواد. تمام، السواد ده هو اللي بيعمل زي عازل هنا، يخلي الزرار ده ما ينزلش الازاز. تمام، كان عندي الجنب اليمين ازاز فاصل، فطبعا لما رحت لحد ما عملوش فك زي ما فك كده، وريني الطريقه بس ما فكش اللي انا فكيته ده. هو يا دوبك فك البتاعة وحط شوية زيت هنا وحرك كده اشتغلت. فطبعا لما حط الزيت وصل هنا عمل تلميسة. تمام، فاللي هو ايه يعني بقى يلمس عادي كأن بنحط شوية مية على حاجة فبيدي ماس. فلما بتنشف المية او الزيت فاصبح ايه، ان بيرجع في نفس المشكلة. فطبعا لما حبيت افكه بدأت بقى ايه، فكيت الوش ده بيطلع بنفك برضو من الجنب كده، بقرص كده يطلع الوش ده كده. تمام، اللي هو ده، اللي هو ده. تمام، وفكيت في هنا نحاسه، حته نحاسه اهي. برفع النحاسه دي كده بالراحه عشان ما تقطمش، وطلعت دول كده، الرشتين دول. تمام، واحده صنفرتها بالشكل ده، والتانيه لسه. يعني انت تشوف الفرق كمان اهو، واحده مصنفرها واحده لا. طبعا برضو بصوا اوريكم شكل الهباب اللي في تمام، ده كل ده هيتنضف دلوقتي واوريه لكم. هبدا انضف. انا طبعا بنضف بزي سلاح القطر ده وكحول، والفرشه دي ابدا انضف بيها ايه الحاجه دي. ابدا انضف كده واوريكم ايه بعد ما عملتهم. مش عشان معيش حد بس يمسك التليفون، هشتغل معاكم واحده واحده. صور البتاع ده بس كده شغال. ماشي، اوعدك صبعك ثواني. تمام كده انا عملت واحده، بس على الشاشه حلو كده عشان كده انا عملت واحده. فاضل دي، ارفع ايدك فوق يا بابا. تمام، انا ببدا اعمل كده. تمام، بالشكل ده. وابدا بالفرشه كده انضف دي كده. تمام، تمام كده انا نضفت دي. ابدا اركب بقى الريش بتاعت الشكل ده. كده الريشه التانية نفس الكلام. الريشتين كده ثبتنا الريشتين. تمام، هنبدأ نضغط على
النحاسة دي زي ما قلت لكم كده. دي النحاسة اهي، تمام كده بالشكل ده. المفروض كده شغال تمام. لا في اللي هي الايه كده اهي شغالين. وابدا اركب الغطا ده بالشكل ده. ارفع ايدك فوق بقى ده بالشكل ده. طبعا ده عملتها وده عملتها تمام. ابدا احل واحده تانية قدامكم بالشكل ده، نظام قرصه كده ايه، ليها بسيطه تطلع معايا بالشكل ده كده. دي طلعت اهي تمام. ده بقى النحاسه اللي انا بقول لكم عليها. برفع النحاسه دي واحده واحده كده تمام. ادي الريش، ادي ريشه، برفع الريشه دي كده واحده واحده، وادي الريشه التانية تمام زي ما انتم شايفين كده. ادي الريشتين، واحده فيهم سودا والتانية يعني نوعا ما، وادي الريش اللي داخل. نبدأ نصنفرهم كده. كده انا نضفت الريش طبعا، اوريتكم فكتوه ازاي. هبدأ اركبهم برضو تاني. نخلي بالنا ايه من تركيب الريش ده يا جماعة، عشان ايه النحاسة ضعيفة والريشة دي ممكن تقطم. وطبعا لو قطمت هتضطر ان انت تغير الوش كله تمام. ثبت حبيبي. نضغط تاني على النحاسة اللي فوق دي تمام كده، نفس المستوى دي. اتأكد ان هي اشتغلت تمام. نيجي من الغطا. طبعا الغطا فيه حاجتين كده عشان بس ما يقعوش، دول بيسندوا الريش. كده الحاجتين دولت بيبقوا فين في الريش كده، والحته دي فاضيه دي عند النحاسه. نقلب كده العكس، ما نقلبش كده عشان دولت ما يقعوش، نقلب كده تمام. نقفل ده كده. التقفيل عامة بيكون سهل وكله عبارة عن إجزاء، مجرد ما بضغط عليها كده تمام بتركب في مكانها تمام بالشكل ده. وابدأ اقفل دي تركب هنا كده تمام. شغال الكونتاك طبعا شغال اهو تمام. الجنب التاني برضه، الجنب اللي ورا والجنب ده طبعا كله ايه زي ما انتم شايفين كده. وطي ايدك تحت برضه، سامعين الصوت. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.